وفيلمنا بيبدأ مع الملاك العاصي اللي تم طرده من الجنة وحصلت حرب، وكان على كل ملاك انه يختار الجانب اللي هيقف معاه، وبيظهر ملاك رفض انه يختار ورفض انه يحارب وان مفيش حاجة تستاهل الحرب الا الحب، وساعتها اتنفى هو وكل اللي رفضوا انهم يختاروا جانب في الحرب اللي حصلت، ونزلوا للارض وفضلوا كلهم منفيين لحد ما الملاك السائر اللي رفض اختيار جانب يقرر انه هيختار انهي جانب، وساعتها هيرجعوا لمكانهم تاني وتسموا الهابطون. وبنيجي دلوقتي الحال لوسي واللي اهلها بيدخلوها مدرسة داخلي اسمها مدرسة السيف والصليب، وبتديها مامتها قبل ما تسيبها هديه عيد ميلادها ال17 وبتقول لها تبقى تفتحها بعدين. وبتدخل المدرسه وبتقابل المشرف راندي وبيقول لها ان المدرسه متخصصه في خدمه وتعليم المراهقين اللي فشلوا في مؤسسات التعليم التقليديه وبنهيئهم للدراسه الجامعيه. واثناء كلامه بيلاقي ان الضابط داخل بطالب عنده اسمه كام حاول يهرب من المدرسه وبيرجعه المدرسه تاني، وبيكمل كلام مع لوسي وبياخد منها اي حاجه معدن او اي حاجه ممكن تضر نفسها بيها، وبياخد موبايلها والهديه اللي خدتها من مامتها، وبيطلب من تلميذه اسمها اريان انها تاخد لوسي جوله في المدرسه وتوريها غرف السكن، وبتقول لها اريان ان كام طالب بتاع مشاكل ويستحسن تبعد عنه، وان المبنى من 3 ادوار ومتقسم حسب خطوره الطلبه، وان الدور الثالث فيه المجانين اللي ممكن يقتلوا نفسهم بسهوله. وبتقول لها اريان ان اوضتها وهي في الدور الثاني رقم 208، وبتسالها عن رقم اوضتها، وبتجاوب لوسي انها في الدور الثالث، وبتسيبها وتطلع الاوضه، وبترتاح شويه وبتصحى على ذكريات ليها وحريق في بيت كبير، وبتقابل بعدها الدكتور النفسي وبينصحها انها تاخد الادويه وساعتها ممكن ترجع لحياتها الطبيعيه ولاهلها، لكنها بترفض انها تاخد الدواء لانها بتحس انها مش على طبيعتها، وانها تحب تكون في المدرسه دي على انها تاخد الدواء، وبتروح على المكتبه عشان تستلم كتابها الدراسيه من ميس صوفيا. وبتطلع لوسي على اوضتها وبتلاقي مولي زميلتها في نفس الدور بتحاول انها تتنمر عليها وبتقول عليها القاتله المختله، وقبل ما بيتخانقوا سوا بيجي المشرف راندي وبيحذر لوسي انها لو دخلت في اي مشكله هتترحل لمصحه نفسيه ويستحسن انها تبعد عن المشاكل نهائي. وبتروح لوسي تتضايق شويه في الحمام وبتقابل زميلتها بين واللي بتكون معاها في اول ماده ليها وبيحضروا سوا، وبتبدا صوفيا تشرح لهم قصه الهابطون وقصه الشيطان اللي اتنفى للجحيم والمخلصين بس هم اللي فضلوا، اما الملائكه اللي اترددت في الاختيار اتنفوا للارض وتسموا الهابطون، لكنهم اتقسموا لمجموعتين، نص فضل ملاك ومستني الفرصه انه يرجع للسماء، والنص التاني بيستمتع بالاذى والفوضى للانسان، والمجموعتين ما يقدروش انهم يغادروا الارض الا لما الملاك المتمرد يختار جانب سواء السماء او الجحيم. وبتعرف الاستاذه صوفيا ان لوسي مش متدينه وانه ما تمش تعميدها من الكنيسه بتاعتها، وبتنتهي الحصه وبتنزل لوسي عشان تنظف حوش المدرسه كعقاب ليها بسبب خناقتها مع مولي، وبتلاقي ان في تمثال هيقع عليها لكن دانيال زميلها بيقدر انه ينقذها من التمثال، وبعدها بتروح لاوضه صاحبتها بين عشان تذاكر معاها، وبتقول لها بين ان اهلها اهملوها وما كانش حد عايز يهتم بيها عشان كده انتهى بيها المطاف في المدرسه الداخليه دي. وبيجي تاني يوم وبتروح لوسي تشكر دانيال عشان انقذ حياتها وبتقول له ان عندها احساس انها تعرفه قبل كده، لكنه بيرد عليها كل برود وبيقول لها انه لو كان شافها كده يفتكرها وبيسيبها وبيمشي. وبتقابل كام اللي بيعزمها على قهوه وبيخليها تسيب المحاضره بتاعتها وبيقول لها ان صاحبه رونالد عامل حفله نهايه الاسبوع لو تحب تيجي، وبتقول انها هتحاول وبتروح لتدريب سلاح الشيش، وبتدخل اول منافسه ليها قصاد دانيال وبتبدا لوسي انها تلعب كانها محترفه وبتقدر انها تضرب دانيال بالسلاح، وبتشوف خيالات ليها هي ودانيال لكن بيكون زمانها مختلف تماما وكانها عاشت قبل كده مع دانيال وكانت بتدافع عنه، وبتفضل تلعبه والمبارزه بتزيد بينهم وبتقدر انها تكسبه في الجوله الاولى والثانيه، وده اللي بيعصب دانيال جدا وبيزيد في مبارزته ليها لحد ما بيوقعها على الارض وبيروح وهو خايف عليها كانها اتصابت بجد، وبتنتهي المبارزه بينهم. وبتبان اريان وهي بتكلم صحابها وبتقول لهم ان لوسي هتفتكر دانيال في خلال اسبوع بالكتير، وبيقول لهم رونالد انها بمجرد ما تفتكر مش هتعيش كتير وهتموت ومحدش هيقدر يمنع اللي بيحصل كل مره. وبتروح لوسي وبين عشان يغيروا لبس التدريب، وبتقول لوسي انها حاسه انها تعرف دانيال من قبل كده وانها شافته كتير لكنها مش فاكره شافته فين، وممكن تكون شافته في المدرسه وهم صغيرين، ولكن بين بتعارض كلامها وبتقول انا ده صعب يحصل لانها عارفه حاجه محدش يعرفها عنه لانها تطوعت في الاعمال المكتبيه مع المشرف راندي، ولانه جاهل تماما في استخدام الكمبيوتر بيسيب لها الكمبيوتر تدخل على اللي هي عايزاه براحتها ومنهم ملفات الطلبه كلهم. والغريب ان دانيال ملوش اي ورق خاص بدراسته في الملف بتاعه او معلومات عن اهله ولا عنوان بيته مع انه لسه جاي السنه اللي فاتت، وان ملفه فاضي زي ملف صاحبته جابي اللي جت بعد ما هو جه المدرسه، واريان نفس الكلام ومولي ورونالد وكام، ومش صوفيا واللي مش طايقه تتعامل مع حد الا معاهم هم بس. وبتروح بين ولوسي حفله رونالد اللي عاملها في الغابه اللي جنب المدرسه، وبيوصلوا الحفله وبتروح لوسي تجيب لها هي وصاحبتها حاجه يشربوها لكنها بتتعرض للمضايقه من مولي واللي بتفضل تضايقها بالنار، وبتقول لها انها سبب موت صديقها تريفور اما ولعت في البيت وحرقته جواه. وقبل ما تتعصب لوسي بتيجي اريان تاخد لوسي عشان تبعدها، وبيروح كامل لمولي وبيهددها انه هيأذيها لو قربت من لوسي تاني وبيقدر انه يخنقها من غير ما يلمسها كانذار ليها. وبترجع لوسي لوحدها من خلال الغابه وبتحس ان في حد بيراقبها، وبترجع تشوف تخيلات تاني وبتفتكر اللي حصل لحبيبها تريفور وانها كانت السبب في حريق البيت وموت تريفور، لحد ما الخيالات بتنتهي وبترجع الجامعه. وبتقابل صديقتها بين تاني يوم وبتقول لها ان مولي ضايقتها واتكلمت عن الحادثه اللي حصلت لها وعن صديقها تريفور، وان دي معلومات كانت موجوده في الملف
الملف بتاعها بس، وبتتهمها انها باعت معلوماتها لمولي، ولكن بين بتقدر انها تدافع عن نفسها وبتقول لها انها ما بتطقش مولي ولا بتحب تتكلم عنها، وانها اكيد جابت المعلومات دي من حد تاني. وبتحكي لها لوسي عن سبب دخولها المدرسه لبين، وانها كانت في يوم مع صديقه تريفور وانها راحت معاه بيته، ولكن وهي معاه بدات تشوف ظلال كانت متعوده انها تشوفها، لكن المره دي كانت الظلال اكبر من كل مره، ومره واحده كل حاجه ولعت ولقت نفسها بره البيت، وما قدرش تريفور انه يهرب ومات بسببها، وانها بقت تخاف تقرب من اي حد لانها بتشكل خطر على اللي معاها. لكن بين بتحاول انها تواسيها وبتقول لها انها صديقتها ومش هتسيبها ابدا وهتفضل جنبها. وبتروح لوسي درسها وبتقرا صوفيا عواره باللغه اللاتينيه وبتطلب من الطلبه انهم يترجموها، وبتقدر لوسي انها ترجمها بكل سهوله مع انها اول مره تسمع اللاتينيه وما درستهاش قبل كده. وبيكون دانيال بيرسم رسمه وبعدها بيقطعها وبيرميها في السله، وبتاخد لوسي بالها منه، وبعد ما بتنتهي الحصه بترجع بحجه انها نسيت الجاكيت بتاعها عشان تاخد الرسمه، لكنها بتسمع صوفيا وهي بتكلم دانيال وبتقول له انه ياخد باله من كام وان حادثه التمثال كانت من تصرفه هو، وبيشوف انه لوسي موجوده وسامعاهم. وبتخرج لوسي للجنينه وبتبص في رسمه دانيال بتلاقيه ان هو راسمها هي، وبيجي وراها دانيال وبيقول لها انه عايز يتمشى معاها شويه، وبتسالها عن اللي كان بيعمله اثناء الدرس، وبيقول لها انه بيكتب قصه رومانسيه مصوره وانه لسه ما يعرفش نهايتها، فبتصر لوسي انها تسمع القصه منه. وبيقول لها انه بيكتب القصه عن اتنين بيحبوا بعض جدا لكنهم ما بيقدروش انهم يفضلوا سوا بسبب لعنه القاها عليهم الشيطان، لانه كان غيران من حبهم لبعض، وانهم بيتقابلوا كل 17 سنه، واما يكونوا في منتهى سعادتهم سوا البنت بتموت وتسيب حبيبها مكسور لحد ما بيقابلها تاني، وان حبيبها ما بيكبرش ولا بينساها ولا شكله بيتغير، لكن البنت بتتغير كل مره وبيكون ليها اسم جديد وعيله مختلفه، لكنها في النهايه بتحب الشاب وبتحصل نفس النهايه ليها، وان مفيش طريقه تتكسر بيها اللعنه لان حبيبها جرب كل الطرق الممكنه لكنه بيفشل في الاخر وبتموت حبيبته قدامه. وبتوري لوسي الصوره اللي هو راسمها لها والمكان الموجود في الرسمه، فبيقولها انه كان واخدها كمثال لبطله القصه مش اكتر، وان مكان القصه في باريس سنه 1723، وبتطلب منه انه يوصف لها المكان لانها حاسه انها زارته قبل كده مع انه عمرها ما خرجت بره مدينتها، وانها متاكده من كل تفصيله في المكان اللي هو رسمه، زي ان في كافيه في نهايه الشارع مليان بزهور الياسمين، وان صاحب الكافيه بيحب كلبه اكتر ما بيحب مراته، وهي مش عارفه هي تعرف كل الحاجات دي ازاي، لكنها متاكده انها كانت في المكان ده قبل كده ومتاكده انها كانت معاه هو، ولكنه بيقول لها انها تفوق من الاحلام اللي هي فيها وان ده مستحيل يكون حصل لانه اول مره يشوفها، وبيسيبها ويرجع الجامعه، وبيكون كام على سطح الجامعه بيراقبهم، وبيروح كام لاوضه لوسي في اخر الليل وبيكون جايب لها كيكه بمناسبه عيد ميلادها، وبيقول لها انها لو عايزه تعرف اجابات الاسئله اللي عندها تقابله في النفق، وبيسيب لها الهديه بتاعته على باب الاوضه وبيمشي. وبتفتح باب اوضتها بتلاقي فستان وعليه هديه مامتها اللي اتاخدت منها اول ما دخلت المدرسه، وبتكون سلسله بمناسبه انها تمت 17 سنه، وبياخدها عشان يقضوا السهره في كازينو، وبيحاول كمان انه يقرب منها لكن بيظهر دانيال فجاه وبيبعدوا عنها وبيقول انه مع الشيطان وهيضرها لو قرب منها، وبتشوفهم وهو بيتخانقوا علشانها وبتسيبهم وبترجع الجامعه. وبتروح تحكي لبنت صاحبتها على اللي حصل، وانها متاكده ان دانيال يعرفها من زمان وكأن في حياه سابقه كانوا بيحبوا بعض فيها، وانها ما كانتش بتؤمن بموضوع تجسيد الارواح من جديد وهي نقل نفس الروح لاكتر من جسم خلال الازمنه، لكنها دلوقتي بدات تشك ان ده اللي بيحصل لها، وبتقول لها بين انها عارفه ازاي هتساعدها، وبتاخدها وبتروح لصديقها تود واللي كان شغال على برنامج جديد بيقدر انه يدور على الصور عن طريق الوش، وبيشغل البرنامج بتاعه على وش دانيال وبيظهر صور كتير على مر العصور لشخص نفس شكل دانيال بالظبط، وبتظهر صوره لزوجة دانيال بتكون شبه لوسي جدا، وبتكون الصوره سنه 1854، وبتسمع لوسي صوته وتفضل ماشيه وراها، وبيبان ان في حد بيراقبها في المكتبه لحد ما بتلاقي الظلال ظهرت من جديد وولعت كل المكان اللي حواليه، وبتحاصرها النار من كل مكان وبيغمى عليها من الدخان لحد ما بتلاقي ان دانيال شايلها وبتترفع عن الارض، وبتفوق تاني يوم وهي في العياده المدرسيه، وبتسمع جابي وهي بتتكلم مع اريان انهم كانوا ممكن يساعدوها وينقذوها من اللي حصل لكنهم فشلوا، وبتعمل المدرسه جنازه بسبب فقدان طالب من الطلبه في حريق المكتبه اللي حصل، وان الطالب ده هو تود. وبتفوق لوسي من الغيبوبه اللي كانت فيها وبتلاقي ان بنت صديقتها نايمه جنبها عشان تطمن عليها، وما بتصدق انها فاقت وبتحضنها وبتحكي لها اللي حصل وان تود اتوفى في الحريق، وبتحاول لوسي انها تواسيها بتتاسف لها على اللي حصل، وبتقوم لوسي في نص الليل وبتبص من الشباك بتاعها وبتلاقي ان دانيال قاعد بيراقب اوضتها بيحرسها، وبتقوم تلبس وبتطلع له وبتاخد الصوره اللي تود طبعها قبل ما يموت بتاعتها هي ودانيال زمان، وبتقابله وبتقول انها فاكره كل حاجه وفاكره انه انقذها من المكتبه ولحظه تصوير صورتهم سنه 1854، وانها عاشت طول حياتها والناس بتقول عليها مجنونه، وجه الوقت اللي تثبت لنفسها انها مش مجنونه، وبتطلع على حرف السور وبتنط عليه لانها بتكون ان دانيال هينقذها باي طريقه، وبتفضل نازله في الهواء، لكن قبل ما بتلمس الارض بيقدر دانيال انه يطير وينقذها من الموت، وبتشوف له انه ليه جناحات وبيقدر يطير بيها، وبتحاول لوسي انها تلمس جناحاته وبتكون شبه شفافه، وبيقول لها دانيال انه بيحبها من زمان جدا وفي كل حياه ليها بيقابلها وما بيقدرش انه يبعد عنها، وفجاه بتظهر الظلال حواليها وبيطمنها دانيال وبيقول لها ان الظلال دي مش هي سبب الحريق، وان مالهاش اي يد في الحرائق اللي حصلت، وان في حد قاصد انه يموتها ويحرقها، وان الظلال دي عباره عن مرايه للماضي بتاعها وهي معاها، وانها ممكن تشوف حياتها السابقه كلها من خلال الظلال دي، وبيقول لها دانيال انهم بيحبوا بعض من الاف السنين وان تجسيد روحها حقيقي، وبيعترف لها ان هو واحد من الهابطون من السماء، وقبل ما بيقدر انه يبوسها البوسه اللي هتبقى سبب في موتها زي ما بيحصل كل مره بيظهر كام وبيحاول انه يمنعها من حب دانيال، وبيقول لها انها تفضل معاه هو امن لانها كل مره بتختار دانيال وبتموت، لكن لوسي برضه بتحب ان هي تقرر نفس الموضوع وتحب دانيال برضه، وبيحاول كام انه يخطف لوسي لكن دانيال بيمنعه وبيطيروا الاثنين في السماء،
وبيتخانقوا سوا، وبتيجي صوفيا عشان تخبي لوسي في مكان امن، وبتكون بين شايفه كل اللي بيحصل، لكنها بتحاول تنقذها وبتقول لها ان صوفيا هي اللي ولعت في المكتبه وكان قصدها تقتل لوسي، لكن صوفيا بتطلع آلة حاده وبتذبح بيها بين وبتجري ورا لوسي عشان تقتلها، لحد ما بيرجع لها دانيال وبينقذها وبيسال صوفيا عن سبب اللي بتعمله، وبتقول له ان اللعنه الحقيقيه هي لوسي نفسها، وان بموتها قدامه المره دي هيجبره انه يختار جانب سواء السماء او الجحيم، لان هو الملاك الثائر، وانه بمجرد ما يختار جانب كل الهابطون هيرجعوا لمكانهم الطبيعي وهيتم استعاده النظام من جديد، وانها حاولت تقتلها مرتين في بيت صديقها تريفور ومره في المكتبه وبتختفي من قدامهم، وبتسال لوسي عن سبب محاوله صوفيا قتلها بالرغم من انها لو ماتت هترجع تاني بعد 17 سنه زي ما هو قال لها قبل كده، وبيفهمها دانيال انه اول مره يقابلها وما تكونش معمده من الكنيسه بتاعتها، وانها لو ماتت المره دي مش ترجع ابدا ويبقى فقدها للابد، وبالتالي هيتنازل عن الحب ويختار جانب سواء السماء او النار، وبيقول لها انه هياخدها مكان امن بعيد عن الشيطان وهيحاول انه يحميها منه لانه قريب جدا وهيحاول يقتلها بنفسه، وبيروح كل اصحاب دانيال للمكان الامن ومعاهم لوسي عشان يحموها من الموت على ايد الشيطان.